بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها كايلا واللي بتكون راكبة العربية مع والدتها ريبيكا واللي بتكون شغالة محامية، واللي ساعتها بيروحوا بقى عند جاي والد كايلا واللي بيكون شغال مغني، وبيكون هو وريبيكا منفصلين عن بعض. وكايلا بقى نفسها ان هما الاتنين يرجعوا يعيشوا مع بعض في بيت واحد، وبتطلب ريبيكا من جاي ان هو يوصل كايلا المعسكر الرقص بتاعها. فبيوافق جاي، وبتكون اللي مع جاي دي هي واحدة من فرقة الموسيقى واسمها تريني، واللي لما بتشوف كايلا ووالدتها معاه واللي ساعتها بقى بتغير عليه جدا واللي بتتضايق، وساعتها على طول بتركب العربية، وبنشوف ان هي معاها بخاخة دي التنفس عشان هي تعبانة. وهما بقى في طريقهم كايلا بتشوف صديقتها بريتني واقفة، فبتطلب من والدتها ان هو يقف، وبتسألها عن سبب وقوفها كده، واللي ساعتها بتقول لها ان والدها سام كان المفروض ان هو يجي هيوصلها لكن هو ما جاش. بعدها بقى بتركب معاهم العربية، وهم في الطريق بقى بتشوف كايلا وش بريتني متعورة، فبتسألها ايه اللي عمل فيها كده، لكن بريتني ردت عليها بوقاحة عشان ما تبصش على وشها تاني. وبعد كده بقى بتطلب بريتني من جاي ان هو يقف عشان تنزل تعمل حمام. فبيقف جاي واللي بتنزل بريتني وكايلا وبيروحوا مع بعض، لكن بيتأخروا على جاي اللي ساعتها بينزل من العربية وبيبتدي يدور عليهم، لكن هو بيدور عليهم بقى بيسمع صوت صريخ عالي، فبيجري اتجاه النهر وبيلاقي كايلا قاعدة على سور الكوبري الحديد، فبيجري يشدها. واللي ساعتها يسألها ايه اللي خلاها تقعد كده، وكايلا ساعتها ما بتردش عليه، وبيبص جاي على الأرض وبيلاقي شنطة بريتني موجودة هناك، فبينزل جري يدور عليها في النهر، واللي قاعد يندع عليها، واللي ساعتها بياخد شنطة بريتني وبيرجع عند العربية وبيحاول ان هو يتصل بالبوليس، لكن كايلا بتيجي توقفه على طول وتقول له ان هي اللي رميتها في النار عشان تصرفت معاه بحقارة. وقتها بيلاقي جاي عربية جاية عليهم، واللي ساعتها بيستخبى هو وكايلا عشان محدش يشوفهم في المكان ده، واللي بياخد ساعتها كايلا على طول وبيمشوا من المكان ده. بعد كده بقى بيروحوا المكتب ريبيكا واللي بتسأله عن كايلا، واللي بيقول لها ان هي موجودة في العربية، فبتتضايق جدا عشان هو موصلهاش المعسكر، واللي بتنزل عشان هي توصلها، لكن هو بيقرر ساعتها ان هو مش هيحكي لها اي حاجة، وبيقول لها ان هو اللي هيوصلها. وبيروحوا لكايلا بس بيتفاجئوا ان هي تعبانة جدا، فقالت لجاي ان هو يجيب البخاخة اللي كانت معاهم، لكن هو بيقول لها ان البخاخة دي وقعت منهم. ساعتها بقى بياخدوا كايلا على البيت، واللي بتتصل ساعتها مدرسة البدلية على ريبيكا، واللي بتقول لهم ان كايلا ما راحتش ليه، فبيقولوا لها ان هي تعبانة وان هي هتيجي بكرة. واللي بعدها بقى بتشوف ريبيكا ايد جاي متعورة، وبتسأله لكن بيقول لها انه اتعور من لوح خشب. واللي ساعتها بقى بيبص على كايلا وما بتكونش موجودة في مكانها، واللي بتعرف ان هي في الحمام، فبيطلع ليها وبيدخل عليها الحمام، لكن بتمنعه ريبيكا وبتدخل هي. واللي بعديها بقى بتلاقي هدوم كايلا متقطعة، صارت هي اللي قطع هدومك كده. واللي ساعتها بقى بتخرج ريبيكا من الحمام، وبنشوف انه وشها اتغير تماما ومصدومة جدا من كل اللي هي سمعته، وبنعرف ان كايلا حكت لها كل اللي حصل. بعد كده قالت لجي ان هي هتروح عند النهر وهتدور عليها، لكن جي بيمنعها ويقول لها ان هي ماتت، وان هو اتفق معاها ان محدش هيعرف باللي حصل ده عشان كايلا ما تتسجنش. واللي بتاخد ساعتها ريبيكا هدوم كايلا المقطوعه وبتولع فيها. واللي بعد كده وتاني يوم الصبح بتصحى كايلا واكن ما فيش اي حاجه حصلت، واللي بتشوفها بقى وبتستغرب من تصرفاتها دي هي والدتها. واللي بيكون ساعتها جه عندهم، واللي ساعتها ريبيكا بتحكي له عن تصرفاتها، فبيقول لها ان هي طبيعي تعمل كده بسبب الصدمه اللي اتعرضت لها امبارح. فقالت له ان كايلا وبريتني اتخانقوا بسببك. واللي ساعتها بقى بتكون كايلا سامعاهم وهما بيتخانقوا، فبتخرج تجري وبتسيبهم هما الاثنين، واللي بيحاولوا ان هما يجروا وراها ويدخلوها البيت، لكن هي بتصرخ بصوت عالي، واللي ساعتها بيدخلوها بالعافيه. ساعتها بقى كايلا اللي بتتعصب عليه وتقول له ان هي رميتها في النهر بسببه، وان هي رميتها عن قصد اساسا. وقتها بقى جاي اللي بيتضايق قوي، واللي بيزقها يوقعها على الارض، واللي بيسيبها وبيمشي. بعد كده بقى بيجي سام والد بريتني البيت، واللي بيسأل عن بنته، واللي بتكون ريبيكا قلقانه قوي ومتوتره، وبتقول له ان كايلا ما راحتش المدرسه عشان كانت تعبانه، وبيطلب منها ان هو يقابلها عشان يسال عن بريتني، لكن هي بتقول له ان هي عند الدكتور مع والدها جاي. فبيقول لها بقى ان هي لما تيجي تبقى تكلمه، وان ساعتها بقى بتدخل البيت وبتكون مرعوبه جدا وبتكلم جاي، لكن هو مش بيرد عليها. واللي بعدها بقى بتروح لكايلا وبتطلب منها ان هي تكلم سام عشان تقول له ان هي ما شافتش بريتني، لكن كايلا اساسا اللي ما بتبقاش حاطه اهتمام لكلام امها. وفي الوقت ده بيرن عليهم الجرس الباقي. ريبيكا اللي بتكون خايفه ومرعوبه جدا وما بتكونش عايزه ان هي تفتح، لكن ساعتها ما بتروح تفتح بتلاقي ان جاي هو اللي جاي، فبتقول له ان سام والد بريتني جه لهم البيت هنا وسال عن بنته وطلب ان هو يقابل كايلا. فبيقول لها ان هو هياخد كايلا ويروحوا يقعدوا في فندق لحد اعصابها ما تهدى ولحد الامور دي كلها ما تعدي. بعد كده بقى بيخرج ريبيكا تحط الشنط بتاعتهم في العربيه، واللي ساعتها بيجي سام والد بريتني تاني وبيسالها عن كايلا، واللي بتقول له ان هي لسه عند الدكتور، لكن ساعتها بيخرج عليهم جاي عليهم، فبيستغرب سام من الكلام ده كله. فبتقول له ان هي لوحدها عند الدكتور بتكمل فحوصات، لكن في الوقت ده برضه كايلا بتخرج واللي بيشوفها سام، واللي بيروح ناحيتها على طول وبيسالها عن بريتني، لكن ساعتها جاي بيحاول ان هو يمنعه. ساعتها بقى سام اللي بيضربه، وساعتها بنشوف ان هو بيقول لهم ان هو هيبلغ الشرطه. اللي بعد كده بقى بنشوف ان ريبكا بتعالج جرح جاي، واللي بتكون كايلا واقفه مبره جدا مبسوطه ان هما الاتنين موجودين معاها في مكان واحد. جاي بقى بيقول لريبكا ان بريتني كانت متعوره في وشها، وقال لها ان هي لازم تروح تبلغ الشرطه وتقول ان والد بريتني ده كان بيضربها، لكن هي بترفض. لكن ساعتها بيقول لها ان هي لو ما عملتش كده ان كايلا هتتحبس. بعد كده بقى بنروح ونشوف ان ريبكا رايحه للمحققه كان جين، وبتقول لها ان صديقه بنتها مختفيه بقى لها يوم، وقالت لها ان والدها جالها البيت وكانت تصرفاته غريبه جدا، وان هي شاكه ان هو بيضربها وبيعذبها. بعد كده بقى بتروح المحققه كان جين لكايلا، واللي بتسالها هي ما راحتش المعسكر ليه، واللي بتقول لها ان هي كانت تعبانه عشان كده ما راحتش. واللي ساعتها بقى بتسالها عن علاقه بريتني بوالدتها، واللي بتقول لها ان هو كان بيضربها. واللي بعد كده بقى بنشوف ان كان جين ومحقق تاني معاها بيروحوا لابو بريتني،
واللي بيسالوه ليه لحد دلوقتي ما بلغتش عن اختفاء بنتك، وبيقول لهم ان هو راح لكن محدش اهتم عشان بنته كانت هربت منه قبل كده. ورجعت سالته كان جين انت كنت بتضرب بنتك ولا لا، فبيقول لها ان هو ما كانش بيضربها. واللي بعد كده بقى بيروح جي وكايلا للبيت عنده، واللي بيلاقي الفرقه بتاعته موجوده هناك. واللي ساعتها بقى بيدخل البيت وبيدخل الاوضه مع تريني وبتقول له ان هو متغير عن الاول، وان المفروض ان في حفله وان هو المفروض يكون جاهز ليها، لكن هو ساعتها بيقول لها ان هو مش فاضي. واللي بتطلع له على طول شنطه بريتني وبتقول له ان هي لقيتها في شنطه العربيه اللي كانت بتاعته، فقال لها ان هي بتاعت بنته كايلا وخدها منها، وبيلاقي فيها التليفون بتاع بريتني وبيخرج من الاوضه على طول وبيلاقي كايلا سابته ومشي. بعد كده بقى بتروح المحقق كان جين والمحقق اللي معاها ريبيكا وبيقولوا لها ان سام والد بريتني ان هو طلب ان هو يقابل كايلا وهي رفضت، فقالت لهم ان هو كان بيتصرف بشكل غريب جدا وان بنتها تعبانه عشان كده هي رفضت ان هو يخليه يقابلها. واللي ساعتها بيقول لها المحقق ان كايلا قالت ان تليفون بريتني ضاع منها، وهم لقوا اشاره من التليفون بعد الحادثه بيوم موجوده في وسط البلد وان جوزها المفروض ان هو عايش هناك. لكن ساعتها بقى بتقول لهم ان هو كان جوزها وان هو دلوقتي بقى طليقها وان هي ما تعرفش اي حاجه عن اللي هو بيعمله او هو اساسا بيعمل ايه. واللي بتكون ساعتها بقى كايلا مروحه على البيت فبتلاقي ان سام جاي وراها واللي بيسالها عن بريتني تاني، فبتقول له ان هي ما كانتش تقصد اي حاجه من اللي حصلت دي، فبيسالها ايه اللي حصل، لكن هي بتجري منه لحد ما توصل البيت وبتدخل. واللي يكون سام بيجري وراها على طول وبيحاول على طول انه يخبط على الباب على طول ويفضل انه يخبط لكن هي مش بتفتح. واللي بيفضل يبص ليها من ورا الازاز واللي بنشوف ان هي كانت خايفه جدا ومرعوبه. وبعد كده بقى بتيجي ريبيكا وبتلاقيها ان هي مغمى عليها وبتفوقها وبيجي جي وبتقول له ان كان جين والمحقق عرفوا ان التليفون بريتني كان موجود في وسط البلد، وبتقول لها ان هو نسى وسابه في العربيه، والاتنين بداوا يزعقوا مع بعض. واللي ساعتها بقى كايلا بتطلع تعيط واللي بتقول لهم ان هي السبب في كل اللي بيحصل ده. ساعتها بقى ريبيكا بتقعد تهدي فيها. واللي بعدها بقى بيروح كان جي والمحقق معاها للمكان اللي قابلت فيه بريتني وكايلا وجي، وساعتها بقى بنشوفوا ان هم بيروحوا لجي وريبيكا تاني. واللي بتسال جي ان هو راح في يوم الحادثه ده عند النهر او مشي من طريق النهر، واللي ساعتها بقى بيقول لهم ان هو ما راحش هناك. فسألهم بقى المحامي اللي معاهم ان حصلت خناقه بين كايلا وبين بريتني ولا لا، واللي ساعتها بقى بيقولوا له لا ان ما حصلش اي خناقه ما بينهم هما الاثنين. فقالت كان جي ان هما لقوا رساله مبعوثه لبريتني من واحد اسمه جيرمي، وجيرمي ده هو حبيب كايلا وكان بيهدد بريتني عشان اتهمته قبل كده بالسرقه، وطلبت من جي ان هو يقول الصراحه ان هو عدى من عند النهر ولا لا، لكن هو برضه بيفضل ينكر وبيقول ان هو ما راحش هناك. فبتطلع كين جين البخاخه بتاعت كايلا واللي بتقول ان هم لقوها في المكان هناك وان الشرطه بتدور في المكان دلوقتي. فاللي ساعتها على طول بتتوتر ريبيكا واللي بتقوم تطردهم من البيت وتمشيهم. واللي بعد كده بقى بيروح جاي وريبيكا عند بيت سام، واللي بيدخل الحديقه بتاعته وبيحفر في الارض حفره كده وبيحط التليفون بتاع بريتني، لكن ريبيكا رنت عليه وبتقول له ان انوار البيت اتطفت، فبينزل على طول عشان تشوف سام موجود في البيت ولا لا. واللي ساعتها بقى بيجي سام من وراها واللي بتيجي تمشي ساعتها على طول بان هو بيمنعها وبيسالها عن بنته بريتني. فصرخت ريبيكا وجي على طول على صوتها واللي بيمسك فيه على طول وبيبتدوا ان هما الاثنين يتخانقوا واللي بيكون هيغرقوا في النهر. لكن ريبيكا بقى جت على طول وشدته عشان ما يموتوش، واللي بيسيبوا سام وبيمشوا وان هو بيقول لهم ان هم مخبيين بنته وان هو عارف ايه اللي حصل. بعد كده بقى بيركبوا العربيه ومشوا، لكن هم في الطريق بيطلع سام قدامهم فجاه، واللي ساعتها على طول ريبيكا بتخبطه بالعربيه واللي بينزلوا من العربيه عشان يشوفوه. بتحاول ريبيكا ساعتها ان هي تكلم الاسعاف لكن جي بيمنعه وبياخد منها التليفون. واللي ساعتها بقى بنشوف ان سام بيطلب منهم ان هم ينقذوه، لكن هم الاثنين بيفضلوا واقفين يتفرجوا عليه لحد هو ما مات. بعد كده بقى بنشوفهم ان هم بيغسلوا العربيه بتاعتهم في الجراج من الدم اللي عليه، لكن ساعتها بقى الباب بيتفتح وبتكون صدمه كبيره لما بيشوفوا بريتني قدامهم وبيعرفوا ان هي عايشه واتفقت مع كايلا انهم يمثلوا ده كله عشان تقابل حبيبها. لكن هم ما صدقوش اللي حصل وفضلوا مسؤولين. واللي ساعتها بقى بريتني شافت القماشه اللي في ايديهم ومليانه دم، واللي ساعتها بتخاف جدا واللي بتيجي تمشي وبتمنعها ريبيكا في الاول، واللي بتقرب منها وهي مش مصدقه اللي حصل واللي بيخلوها تمشي. واللي بعد كده بقى بتدخل عليهم كايلا واللي بيفضلوا بقى واقفين مسؤولين من اللي عملته ده. فعرفت ان هم اكتشفوا كل اللي هي عملته وقالت لهم ان بريتني هي اللي خططت لده كله اساسا، وان هي كانت هتقول لهم لكن لما لقيتهم موجودين حواليها ورجعوا يقعدوا مع بعض في بيت واحد فقررت ان هي ما تقولهمش دلوقتي عشان يفضلوا جنبها ويفضلوا كلهم في بيت واحد. وبتروح بقى تحضنهم هما الاثنين، واللي ساعتها بقى بنسمع صوت عربيات البوليس من بره وبنعرف في الاخر ان هم اتقبض عليهم وبيخلص الفيلم على كده.